اهلا بيكم في برنامج اقوى ام في مصر. احساس الام قاتل، قدرتها على التنبؤ غير طبيعيه. مش بس عندها الحاسه السادسه، عندها الحاسه السادسه والسابعه والثامنه، وعد زي ما انت عايز. وبص يا ابني، قولها من قدام مني بدل ما تلف وتقولها من قدام مني. كل ده هنعرفه النهارده من خلال 5 مسابقات هتلعبهم الامهات اللي موجوده معانا في الحلقه النهارده. واول متسابقه معانا النهارده هي ماما ناديه، وهيساعدها ابنها احمد. نادية محمد عبد العظيم، موظفة مدير عام في شركة بترول. أنا اسمي أحمد فايز. اللي عمل لي فيسبوك واحدة صاحبتي، مش حد من الولاد. إحساسي لما هي عملت الفيسبوك ما كنتش مبسوطة ولا كنت متضايق، يعني ما كانش فارق معايا. مش مضايقة خالص يعني. الحقيقة ما عملت لهمش أي انترابشن بالنسبة لهم في حياتهم، يعني الفيسبوكية يعني. لا يعني مش فاكر أي كومنت غريب على فيسبوك، بس هي دايما بتبقى حاجات فيها تهنئة. مفيش بوست غريب، مفيش أغرب بوست يعني هو يعني ضايقتني منه أو حاجة، يعني ما حصلش. رومانسي عادي، اتعودت على الحاجات دي خلاص. احنا جاهزين للتحدي لأقوى أم في مصر. ماما أقوى أم في مصر. منورانا يا ماما ناديه والله. وعجبني التحدي بتاع احمد ده قوي. وانا عاجبني قوي. حضرتك منين بقى؟ من المعادي. من المعادي. ليه دي المعادي؟ هانم قاعده والله العظيم. نرحب باحمد. احمد اهلا. منور الدنيا، عاجبني الثقه. اديني واحده بقى. متفائل ان شاء الله خير. اقوى ام في مصر 100 100. وتاني متسابقه معانا هي ماما صفاء، وهيساعدها ابنها كريم. صفاء أحمد إبراهيم، خريجة كلية تجارة جامعة القاهرة. كريم محمد 25 سنة، صحفي. الدنيا عملت لي الفيسبوك. والله كان رأيي ليه كده يا دنيا؟ يعني ليه عملتي الفيسبوك لماما بس أول ما بشوف البوست عند كريم بعلق عليه طبعا. أغرب بوست، هو كل البوستات بتاعتها غريبة يعني، مفيش أغرب بوست. بس لسه البطة مثلا شيرة من شوية كده، بطة تايهة وبيدوروا عليها بعد صلاة الجمعة، فاللي هو مش عارف. أنا بعمل له لايكات كتير يعني كتير. هي مش حرماني من لايك، هي بتعمل لايك أكتر دايما. هي ماما دايما ليها كومنت ثابت على كل الصور، حتى اصحابي يقولوا لي يعني هو الكومنت بينزل، يعني ريبورت مثلا بينزل واحد هو حبيب قلب ماما. احنا جاهزين للتحدي في أقوى أم في مصر. وماما حبيب قلب ماما. أقوى أم في مصر. ماما صفاء منورانا. الله يخليك. انا حاسس ان هي حلقه هوانم كده، كلاس اليت، حاجه هوانم جاردن سيتي كده. حضرتك منين؟ أنا أساسا من حدائق القبة. حدائق القبه. الحمد وحاليا لله حاليا في مدينة قباء، جسر السويس. جسر السويس. المفروض بقى تبقى جسر السويس. المفروض. نتعرف بابن حضرتك. منور حبيبي. الصحفي بتاعنا، جورناليست. منور يا كريم. نورك. وثالث متسابقه معانا هي ماما عزه، وهيساعدها ابنها مصطفى. أنا عزة عبد الله، عندي ولدين وبنتين. أنا مصطفى أمان. اللي عمل لي الفيسبوك مصطفى. ندمت شوية بعدها بفترة، لأني كنت كل لما أحط حاجة تكومنت عليها. أنا عملت أدل نفسي من عندها. وبيعمل كومنتات لنفسه من عندي. I love مصطفى من عندي يعني. شخصيتها على الفيسبوك نفس شخصيتها على الحقيقة. لو مصطفى شير بوست رومانسي عادي بعلق عليه. كان آخر حاجة مثلا كاتب زوجتي المستقبلية مش عارفة إيه، إحنا إيه، أنت طالق أو حاجة زي كده. فأنا قلت له إيه، يا مصيبتي والعيال، حاجة كده يعني عادي يعني. لو بعت له حاجة على الواتساب وما ردش بفضل متابعة، لأن هو لغى السين عنده، فما بقدرش أعرف شاف ولا لا. إحنا جاهزين للتحدي في أقوى أم في مصر. وزوزة أقوى أم في مصر. ماما عزه منورانا. الله يخليك. مين البيبي القمر اللي في الصوره ده؟ ده فهد ابن نهال بنتي. ما شاء الله، يعني حضرتك جدا. حفيدي. ما يبانش على حضرتك خالص. لا يعني نهال بس هي الام. ربنا يخليهولك الله يا رب. يخليك. حضرتك منين بقى؟ من القاهرة، مدينة نصر. مدينة نصر، جسر السويس، ليدي المعادي. 3 هوانم قاعدين قدامي. نتعرف بابن حضرتك. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله يا حبيبي. عامل ايه؟ زي الفل. تمام، جاهز للتحدي؟ زي الفل. ماما اقوى ام في مصر ان شاء الله. في العالم. دلوقتي هنبتدي مع المسابقة الأولى. عارفين المسابقة الأولى اسمها ايه؟ اسمها ما بفهمكش. المسابقة دي المفروض ان الأمهات يكونوا عارفين خبايا وخفايا ودهاليز الجيل الجديد. يعني اللغة اللي بيقولها الجيل الجديد والمصطلحات الغريبة دي مطلوب منكم ان انتوا تكونوا عارفينها كويس.
المسابقة دي عبارة عن 10 أسئلة، كل سؤال عليه 5 نقط، بس بشرط لازم تجاوبوا في خلال 10 ثواني بس. هنبدأ مع المسابقة الأولى وما بفهمكش، بس هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ال3 هوانم الموجودين معانا، ما شاء الله هوانم جاردن سيتي، يا روايح الزمن الجميل هفهفي بسم الله ما شاء الله. أفكركم بالمسابقة، 10 أسئلة، كل سؤال عليه 5 نقط، نجاوب في 10 ثواني بس. المسابقة الأولى ما بفهمكش. جاهزين ومستعدين يا هوانم؟ جاهزين. السؤال الأول، والله العظيم محرج أقول السؤال، إن بصراحة يعني عليكم هيبة. ما هو المقصود بكلمة هبد؟ عصبية، رغي، فتش. 10 ثواني. ماما نادية جاوبتي ايه؟ غلط. طب قولي لي جاوبتي ايه؟ هو المفروض فتش. انت اخترتي رغي. هي رغي يعني لنجرة بالمصطلحات الجديدة يعني. هي الإجابة صحيحة فتشي. وكده يبقى ماما صفاء وماما عزة اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني، من هي المطربة التي وصفت حبيبها بأنه نساي نساي؟ سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، إليسا. 10 ثواني. سميرة سعيد شركتنا كلنا وقالت لك بقى بارد جدا ودمه تقيل وكرشه مش عارف عامل ازاي. طب اتجوزتيه ليه يا اختي؟ اتجوزتيه ليه لما هو في العبر كده؟ انما شيرين قالت نساي نساي. ماما نادية جاوبت صح وماما عزة جاوبت صح. الإجابة صحيحة شيرين. السؤال الثالث، إن شاء الله كلها أغاني النهاردة. اللي باعنا خسر دلعنا هو مثل شعبي وأغنية من غناء المطرب راغب علامة، هيثم شاكر، عمرو دياب. 10 ثواني. والله أنا شايف إن اللي باعنا ما خسرش أي حاجة الحقيقة. ماما نادية جاوبتي إيه؟ هيثم شاكر. ماما صفاء؟ راغب علامة. ماما عزة؟ راغب طبعا. تحبوا راغب علامة؟ اكيد. يا لؤمة. الإجابة الصحيحة راغب علامة. السؤال الرابع، من الممثل المقصود بحازم في جملة حازم صوته حلو قوي يا أنسة غادة؟ أشرف عبد الباقي، أحمد برادة، خالد أبو النجا. وده كان في فيلم حب البنات. ماما نادية جاوبتي ايه؟ خلي ماما نادية في الآخر. قولي لي بس. أحمد برادة. إجابة صحيحة. والله انا جبت. شفتي بقى؟ وماما عزة جاوبت صح برضه. ايوه انا جبت كده. السؤال الخامس، بعد ما بنحط علامة الشباك عارفينها؟ اللي هي شرطتين كده وشرطتين كده قبل الكلمة على مواقع السوشيال ميديا بتتحول لي جروب هاشتاج ايموجي. يعني علامة الشباك دي لما بنحطها في فيسبوك بتبقى ايه؟ لا هم شاطرين في السوشيال. ال3 إجابة صحيحة. بالله. السؤال السادس، من هو المطرب الملقب بأسد مصر؟ لاين اوف ايجيبت، محمد رمضان، محمد الحلو، حكيم. 10 ثواني. اشمعنى بقى محمد رمضان انتوا ال3؟ ما هو اللي عمل عشان طلع في number one. الأغنية معنى ان هو بالأسد. طلع بأسد يبقى هو أسد مصر. محمد رمضان نمبر 1 معروفة.
الاجابه الصحيحه حكيم. حكيم. السؤال السابع، تسقفوا على ايه؟ الثلاثه غلط. مصطلح نتفليكس يطلق على نادي انجليزي، جروب على الفيسبوك، موقع مشاهده اونلاين. 10 ثواني. ماما صفاء، جاوبتي ايه؟ نادي انجليزي اكيد غلط. مين بقى بيلعب في النادي ده؟ اكيد غلط الاجابه. نتفليكس ده ابلكيشن او موقع كده عليه افلام عشان نتفرج عليها. يعني موقع مشاهده اونلاين. نسقف لماما ناديه وماما عزه. السؤال الثامن، من اشهر جمل الفنان مصطفى شعبان: محدش بينجرح قوي الا لما بيحب قوي، بيتعشم قوي، بينجرح قوي. 10 ثواني. كان بيقول ايه يا ماما ناديه؟ ما بيحب قوي محدش بينجرح قوي الا لما بيحب قوي. الا لما بيحب قوي. اجابه صحيحه. السؤال التاسع، من قائل هتقولهم لي نيلي نيلي هقولهم لك شريهان شريهان؟ احمد حلمي، محمد سعد، هاني رمزي. دي سهله قوي. قولهم له نيلي نيلي هقولهم لك شريهان شريهان. ماما عزه، خلاص كنت جاوبتي هغير إيه؟ كنت هغير احمد حلمي، كنت هغير محمد سعد، بس خلاص. والله والله ما هو التذبذب والتردد بقى ما بينفعش هو في الحاجات دي. التردد بقى، معلش. هم 10 ثواني والله كان بودنا. الإجابة الصحيحة محمد سعد. السؤال العاشر والأخير، ما هي أشهر أعمال المغني أبو خاينة، 3 دقات، لو اتساب؟ 10 ثواني. ابو خينا، مين ابو خينا ده اساسا؟ لو اتساب. لما شفتها قلبي دق 3 دق. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ جاوبتي ايه؟ 3 دقات. 3 دقات. 3 مفيش دقات. غيرهم. إجابة صحيحة. انتوا شاطرين في الأغاني وشاطرين في الأفلام. الحمد لله. بس بقى هبد والألفاظ اللي هي الوحشة دي انتوا مالكوش فيها، عشان انتوا هوانم جاردن سيتي. بس كده. ودلوقتي مع نتيجة المسابقة الأولى. ماما نادية جمعتي 35 نقطة. ماما صفاء جمعتي 30 نقطة. ماما عزة واضح إن هي يعني فاهمة في لغة الجيل الجديد، عشان كده جمعت 40 نقطة. الحمد لله. الحمد لله. ودلوقتي مع المسابقة التانية. المسابقة التانية اسمها سهلة ومش سهلة. ليه بقى اسمها سهلة ومش سهلة؟ عشان المسابقة دي خاصة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا. احنا بقى عايزين نعرف انتوا بتفهموا في التكنولوجيا والسوشيال ميديا، ولا الموبايل ده مجرد حاجة بتقول الو خلاص؟ الو. هنعمل مهمة تكنولوجية معقدة لكل واحدة فيكم. مطلوب منكم ان انتوا تنفذوها في خلال دقيقة ونص. المسابقة دي عليها 15 نقطة. يا تجمعيهم يا هتخسريهم. المسابقة التانية وسهلة ومش سهلة. أقوى في مصر. هنعمل الميشنز. جاهزة يا ماما نادية؟ جاهزة. حضرتك من المعادي صح؟ ايوه. ليه بقى الناس اللي في المعادي عاملين زي السمك اللي في المايه كده ما بيطلعوش منها؟ علشان اللي بيعيش في المعادي ما بيقدرش يعيش في حتة تانية. بس دي بتتوه قوي. يعني أنا بقعد 4 سنين عشان أطلع على الكورنيش. للي مش عارفها. للي مش عارفها. زي جاردن سيتي كده. طب ما انتوا ولا انتوا تاهين ما بتعرفوش تطلعوا منها فعشان كده قاعدين فيها؟ احنا بنعرف كل دهاليزها وشوارعها. اوكي، يعني هتعرفي تعملي الميشن بما انك عارفه الدهاليز. ربنا يسهل يا رب. ماشي، شكلك شاطره في السوشيال ميديا يا ماما نادية. نص نص. من الريبورتاج كده حسيت. اوكي، عايزك تكتبي بوست على فيسبوك. سهله اهي. استنوني في برنامج اقوى ام في مصر، بس في واحده عينها وحشه عندك فعايزاها ما تشوفش البوست ده.
اقول لك تاني، عايزك تكتبي بوست على فيسبوك تكتبي فيه استنوني في برنامج اقوى ام في مصر، بس في واحده عينها وحشه، فانت عايزه كله يشوف ما عدا الواحده دي. هتوقعني مع اصحابي؟ ماليش دعوه بقى، هي الميشن كده. اختاري اي واحده واعتذري لها بقى. اوكي. معاكي 90 ثانيه ومعاكي احمد. يلا يا احمد ساعتها حبيبي. خش عندك يلا في البيج بتاعتك نفسها على الواتس اون يور مايند فوق. احمد عايزين ايقاع. في السيرش. ماشي اسرع. في السيرش. لا فوق هتكتبي هتعملي عند جنب كلمه احمد فوق كده السهم عشان نعمل ان سين، بس عشان نحدد الناس اللي مش هتخليها تشوف. فين؟ فوق عند السهم فوق. هنا؟ ما هنا دي مش فوق يا ماما. ايوه سيتنجز. سيتنجز. يا احمد احنا عايزينها تعمل البوست كله ما عدا واحده بس اللي تشوف. ماشي خلاص ارجعي تاني، اعملي باك من فوق من عند السهم اللي فوق باك. 45 ثانيه يا احمد. اكتبي واتس يور مايند فوق، اكتبي اقوى ام في مصر. اوكي. اكتبي اقوى ام في مصر. بس ده بالانجلش. اكتبيه زي ما انت تكتبيه مش فارقه، بسرعه بس. 32 ثانيه يا احمد. بسرعه اكتبيه بس بسرعه. هتلاقي فريندز اللي فوقيها دي على طول، دوسي على السهم بتاع فريندز. فريندز. بسرعه. فريندز. ماشي فريندز يا ماما اللي فوق في اقوى ام في مصر. 8 ثواني. ما فريندز عشان هنشيل واحده منهم هنعمل دي اللي هنخليها هي ما تشوفش. لا خلاص شكرا. هنعوض في اللي جاي ان شاء الله. اللي يعرف يطلع من المعادي على الكورنيش يعمل اي حاجه. انا عارفه ان ده ما كنتش هنجح فيه. لا تنجحي فيه ان شاء الله باذن الله. نعملها مع بعض بعد ما نخلص. اوكي. الميشن الثانيه ماما صفاء، عايزك تعملي شير لصفحه اقوى ام في مصر وتكتبي على البوست احلى صفحه دي ولا ايه. اوكي. معاكي 90 ثانيه ومعاكي كريم ومعاكوا ربنا. يلا يا ماما السيرش، في السيرش فوق عندك خالص. ايوه سيرش فيسبوك اللي فوق دي، اكتبي اقوى. ايوه اول صفحه هي مفتوحه، افتحي اول صفحه. كريم عاجبني اللوك السبعيناتي ده قوي. ده جميل. لا ارجعي يا ماما ارجعي. بياخدني على قد عقلي. ارجعي. ارجع ازاي؟ السهم اللي فوق ده، في سهم فوق على الشمال. خلاص دوسي رجعت. الصفحه بقى، الصفحه قدامك افتح ايه. اهو دخلتها. لا ارجعي يا ماما ارجعي تاني، دوسي السهم تاني. الصفحه فوق دوسي بالسهم على كلمه اقوى ام في مصر اللي فوق. كريم فات 30 ثانيه يا ما كريم. في خلاص. ايوه يا ماما بس شايفه بقى انزلي تحت. انزل تحت فين؟ سنه. فين يا بابا؟ مسج. انزلي انزلي بس بصباعك كده، انزلي لتحت. اسرع يا ماما صفاء. لا دي مسج. ارجعي يا ماما ارجعي. ارجع ازاي؟ مش عارفه ارجع. دوسي سكيب يعني. دوس ايه؟ مفيش. ارجعي طب بكلمه فيسبوك اللي فوق، دوسي على فيسبوك اللي فوق على الشمال دي تاني. السهم اللي فوق. امال يا كريم انت بتاع السوشيال ميديا وبتاع، قلنا بس ما بقى انا دي الفتره ملعبك بقى. ارجعي طب دوسي على السهمين اللي هم دول، يعني دوسي عليها تاني. باب النجار مخلع ولا ايه يا كريم؟ وانا يا ماما دوسي على السهمين الزرق دول. اني زور مريم مفيش دي مريم دي. ايوه فوق على خلاص الشمال. خلاص لا اخيرا. ارجعي بقى باك، ارجعي السهم اللي فوق على الشمال ده تاني. اهو رجعت. ارجعي كلمه فيسبوك اللي فوق على الشمال دي ارجعي لها. لا خلاص مش طب قادره. سيرش. لا 2 1 0. معلش الحمد لله قدر ولطف. الميشن الثالثه ماما عزه. طيب فيسبوك برضه 15 نقطه في ملعبك. فيسبوك. لا لسه هقول لك طيب اهو. اوكي. هتفتحي انستجرام وهتنزلي صوره متصوره للاستوديو بتاعنا دلوقتي واعملي تاج لبروفايل اقوى ام في مصر. هتفتحي انستجرام وتنزلي صوره متصوره للاستوديو بتاعنا دلوقتي واعملي تاج لبروفايل اقوى ام في مصر. معاكي 90 ثانيه ومعاكي مصطفى. يلا يا مصطفى الجام بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، تحس انه طالع من مسلسل تركي. مصطفى صح. انا فتحت كده. يس يلا نكست. دمويه بتفوت. بسم الله ما شاء الله. اول واحده اول صوره. خلاص اي صوره ده فيديو. لا قال لك الاستوديو اول صوره. اول صوره. يس نكست. اول صوره يا ماما على الشمال. اول صوره. مش طيب. مشكله خلاص خلاص نكست. اعمل فيديو مش مشكله. ماشي نكست. طيب نكست. يا كريم هتفتحوا انستجرام وتنزل صوره متصوره للاستوديو بتاعنا دلوقتي وتعمل تاج لبروفايل اقوى ام في مصر. ماشي نكست.
صورة اخترت شوحني الصورة أوي ده يا طلع كريم، فيديو شوحني. برضه. ماما اي صوره. اي صورة طيب اي أوكي. صوره انا اطلعي حاسس فوق. ان انا شفاف. مصطفى مفيش ماما اختاري صور. صوره. لا في صور. اطلعي فوق. صوره في استوديو، انا شايف استوديو في لايتنج. تاني واحده. تاني واحدة دي ايوه نكست. نكست. خليني ازعق قدام الناس. ها ما ها تهدى يا كريم في ايه؟ انا مصطفى. يا يا مصطفى. ايوه نكست فوق. نكست ماشي فوق. كريم في الاوضه فوق على الثانيه. اليمين. يس نكست. كلكم اخوات يعني. تاني بعد كده في تاج بيبل. تاني واحد. انا عملت شير. ماشي مش وقال لي مشكله. شير. ها دوسي شايفه جنب الاحمد معرفش ايه في 3 نقط. دوسي عليهم. اديت. تالت واحده. تالت واحدة تاج بيبل اللي على الشمال. تاج بيبل فين؟ ايوه اللي على الشمال اهي فوق الرايت. 10 ثواني يا كريم. يلا يا ماما تاج بيبل. انا مصطفى يا اسلام. مصطفى فين يا يا مصطفى. تاج ما بيبل. تركز فين دي يا مصطفى تاج بيبل؟ أهي. اوكي ماشي. ها دوسي بقى على اي عشان حد. تركي وكريم. على اي حد مفيش. هو عندي قوي مصمم ان هو مصطفى وانا بقول له كريم. اوكي. ودلوقتي مع نتيجة المسابقة الثانية مستنيين تسمعوا ايه؟ ماما نادية 0، ماما صفاء 0، ماما عزة 0. برضو 3 اصفار. ما شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي ميعادنا مع المسابقة الثالثة. المسابقة الثالثة اسمها مين أروش أم؟ مين أروش أم ناو؟ نفك بقى كده نسيب الوقار ده خالص عشان مش هينفع في الفقرة دي. احنا لما بنخش انستجرام بنشوف صور صح؟ بنشوف برضو فيديوهات لشباب بيعملوا ليبسينج او بيفتحوا شفايفهم ويقفلوها كده على اغاني مشهوره، على مقاطع مشهوره من افلام، على افيهات معينه. مطلوب منكم ان انتوا تعملوا فيديوهات زي دي. كل واحده بقى كان عندها حلم ان هي تبقى نجمه، مطربه، ممثله، تطلع كل المواهب المدفونه في دهاليز المعادي. واخده بالك يا ماما ناديه؟ وتعمل لنا فيديو حلو كده. اللي هتعمل احلى فيديو هتاخد اعلى تصويت، لان الجمهور هو اللي هيصوت، مش احنا اللي هنديكوا الدرجات. خلاص؟ هنروح الباك ستيج ومين اروش ام؟ اخوة ام في مصر. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. اخوة ام في مصر. الأغنية اللي المامهات عملوا عليها الفيديو أغنية شوفي للفنان الجميل هشام عباس. أول فيديو معانا وماما نادية وابنها أحمد. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. الله حلو قوي. برافو ماما نادية. لا فنانة شاملة ومدير عام وحاجات كتير قوي 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 قوي. مالتي تاسك ما شاء الله. نشوف الفيديو بتاع ماما صفاء. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. هتلاقيه في الجاكيت. كان بيدور فين؟ في قلبي. شفت خليتها رومانسية في لحظة، بيدور في قلبي. قمر يا ماما صفاء. نشوف الفيديو بتاع ماما عزة. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. اوه عجبتني البرويتا. برويتا راسه واقفلها ببرويتا على طول، بس عصبي حتى في راسه. مصطفى شدي عليه شويه مش هينفع كده. شدة ما تخافش. يلا يا اولاد، اللي عايز ماما ناديه هيدوس على رقم 1، اللي عايز ماما صفاء هيدوس على رقم 2، واللي عايز زوزة هيدوس على رقم 3.
النتيجة طلعت يا بنات. الروح الرياضية، محدش يزعل. طبعاً. كلنا بذلنا مجهود وعملنا برويتا. محدش يزعل. لا 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 اطلاقا. ماما نادية 12% وجمعت 5 نقط، نحياكي حاجة كبيرة قوي. ماما صفاء 56% جمعت 20 نقطة. واضح ان التدوير جاب نتيجة. اكيد ما شاء الله. دور عليهم. زوزة 10 نقط 32%. كلنا كسبانين وكلنا خدنا نقط وهنعوض في اللي جاي. ان شاء الله. ودلوقتي ميعادنا مع المسابقة الرابعة وعجناك وخبزاك. عجناك وخبزاك، ليه بقى اسمها كده؟ عشان المسابقة دي هنعرف انت عجنة ابنك وخبزاه فعلا ولا لا. فأساه زي البيضة كده وزي الكتكوت المبلول لما بيطلع من البيضة ولا لا. عارفة كل حاجة. واخدين بالكم عشان انتوا ايه؟ 3 ولاد. كل حاجة هو بيعملها ولا لا. احنا سألناهم شوية أسئلة، هم جاوبوا إجابات محددة. المطلوب منكم ان انتوا تجاوبوا نفس الإجابات بالظبط. عجناك وخبزاك بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل والمسابقة الرابعة وعجناك وخبزاك. بفكركم كل سؤال عليه 5 نقط. الإجابة هتبقى في 10 ثواني بس. ماما نادية، أيوة. عجن أحمد وخبزاه ان شاء الله. فأساه اكيد. هجيبك يا أحمد. عجناك وخبزاك. ماما نادية، لو الشغل اللي أحمد بيحبه أخر عليه القبض 3 شهور هيعمل إيه؟ هيسيبهم من أول شهر؟ هيكمل علشان بيحبه؟ هيهدد المدير إنه هيمشي؟ مش هيشتغل بذمة؟ ماما نادية جاوبتي إيه؟ هيكمل علشان بيحبه. وإيه الشغل اللي أحمد بيحبه؟ الفن. الفن. أحمد أكتنج كوتش صح؟ اكتنج كوتش ايوه. دي يعني حاجة صعبة جدا ومميزة جدا. فكر بقى بروح اخد عنده كورس. اعملوا لي اكرام ها؟ اوكي، اجابة صحيحة. ماما صفاء، لو ابنك لقى شنطة فيها $1,000,000 هيعمل ايه؟ هياخدها لنفسه؟ هيحاول يلاقي صاحبها؟ هيتبرع بالفلوس؟ هياخد النص ويرجع النص. 10 ثواني. هناخدها واطلع على الاسم، اخد 10% وهو ياخد الباقي حق الشرعي. و10% حلال بس انا الاقيها. جاوبت يا ماما صفاء؟ هيحاول يلاقي صاحبها. الله على الامانه. اوعى تقولي غلط. ابني انا اللي مربياه. ادي ده انا اهو اما خدها كلها. انا بقول لك، انا عارفه انا بقول لك ايه. يلا ماما عزه، زوزه حبيبتي، لو ابنك هيختار يلعب في نادي هيختار ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، يوفنتوس، صح كده؟ انا ماليش في الكوره. مكتوبه يوفنتوس. ملوش في الكوره. هو ملوش في الكوره؟ لا. بس انت اخترتي ايه؟ ليفربول. على اي اساس؟ على صلاح. مسافه كبيره. بس كده يعني انا من عندي يعني. ماما ناديه، لو ابنك هيختار يقابل لاعب هيختار يقابل ميسي، رونالدو، محمد صلاح، حازم امام. احمد بيحب الكوره جدا بعد الفن على طول. لا، عجناه وخبزاه وهرشاه. اجابه صحيحه، محمد صلاح. تحيه كبيره لمحمد صلاح. ماما صفاء، لو ابنك هيختار وقت شغله هيختار يشتغل امتى؟ شيفت صباحي، شيفت ليلي، الفجر، مش هيشتغل. 10 ثواني.
لا واضح ان هم بيعوضوا. شيفت ليلي، اجابه صحيحه. واضح ان كريم بتاع الليل واخره، ما شاء الله. لا هو شغله بالليل. شغله بالليل، هو صحفي. طب ما هو صحفي المفروض بيبقى في اي وقت ولا هو؟ لا هو بس مواعيده بتبدا من بالليل وبيرجع الفجر بقى. اوكي. الله اعلم بيبقى فين بيرجع الفجر يعني. ربنا يوفقه. الحمد لله برضه. ربنا يكرمه. اه ماما عزه، لو ابنك جاله لوحه فنيه هديه، فكرك هيعمل بيها ايه؟ هيعلقها في اوضته؟ هيبيعها؟ هيحطها تحت السرير؟ هيسند بيها رجل المكتب؟ انا بمعرفتي البسيطه بمصطفى وعصبيته هيبيعها وياخد فلوس. هيباع. جاوبي 10 ثواني. جاوبت صح ولا غلط؟ انت قلتي هيبيعها. متهيألي كده اهو. طيب طلع هيعلقها. تعالي نشوف مصطفى قال ايه يا مصطفى. تعمل فيها ايه يا مش مصطفى؟ امي ولا اعرفها. انت فنان وكده بقى وهتعلقها في اوضتك؟ هعلقها في اوضتي طبعا. كده يا زوزة. اوكي معلش. طب ممكن اخد ماما صفاء؟ اتفضل اللي انت عايزه بما انك كريم يعني. ماشي اوكي. لا انت مصطفى، شوف انا حفظت خلاص. تمام كده. ماما ناديه، لو ابنك هيختار يبقى سوبر هيرو، هيحب يبقى باتمان، سبايدر مان، سوبرمان، الرجل العناب؟ انت اخترتي ايه؟ شكله غلط. طب قولي لي. سوبرمان. سوبرمان. تعال نشوف احمد قال ايه. والله كنت متردد ما بين سوبرمان وباتمان، بس اخترت باتمان على الحظ بقى. بحب الطقم الاسود بتاعه. الاخضر احلى يا احمد والله. منور يا حبيب قلبي. يلا خير. معلش. اوكي. طب احمد انت اكتنج كوتش صح؟ تمام. عايزك تديني انا والجمهور بسرعه كده تمرين تمثيل سريع. تمرين تمثيل سريع؟ اسرع تمرين. ان انت تبين ان انت مش فارق معاك وانت زعلان ان هي قالت باتمان بدل سوبرمان. ابين ان انا مش فارق معايا؟ وانا هتجنن من جوايا عشان كنت هكتب سوبرمان وبعدين غيرت باتمان فتبين ان مفيش حاجه وانت من جواك متضايق. وانا من جوايا متضايق. اعملها لك دلوقتي. حضرتك اخترتي ايه؟ باتمان. يعني مش سوبرمان؟ لا. اوكي. ايه رايكم؟ حلو يا احمد؟ لا 100 100 يا اسلام. ماشي هبقى اجي لك بقى. ماشي. يلا سلام. ماما صفاء، رب يستر. ايه اكتر موضوع فكرك ابنك واصحابه بيعملوه على القهوه؟ على القهوه؟ يعني بيعملوا ايه على القهوه؟ بيتفرجوا على ماتشات، بيلعبوا استيميشن، بيقعدوا يلعبوا في موبايلاتهم، بيقعدوا يجيبوا في سيره الناس. اخترت يا ماما صفاء؟ بيلعبوا استيميشن. استيميشن، انت عارفه الاستيميشن دي ايه؟ لعبه كده بيلعبوها سوا كلهم. يعني ايه بقى يعني؟ مش عارف تبقى يعني زي البلاي ستيشن؟ لا هي زي على الموبايل، زي كوتشينه كده او حاجه. ايوه هي كوتشينه، برافو عليكي، بس هو ما اختارهاش. تعالي نشوف اختار ايه. بتعمل ايه على القهوه يا احمد؟ هي ماما صح على فكره، بس انا قلت هي مش هتعرف الاستيميشن فقلت خلينا نتفرج على ماتشات، بس هي عندها حق يعني، هي اجابتها صح. يعني طلعت عجناك وخبزاك بس خسرتها. بس خسرتها انا اللي لبستها في الحيط. انا اسف يا مواصفات. تفكير سبعيناتي قوي زي اللبس. تفكير ضايع خالص. ماشي. قول له مصطفى بقى عشان كان عايز ماما صفاء. مصطفى عايز مامتك ويبدل. موافق؟ عارف الاستيميشن يعني. لا بس ماما برضو ما اقدرش اسيبها يعني. ربنا يخليها لك. بس ماما عزه جميله برضو، ممكن اخد ماما عزه يعني. سقفه ليهم هما الاثنين. لا ماما ناديه انا اللي هاخدها بقى معلش. القمر دي. تسلم لي يا رب. ماما عزه، ايه الاسم اللي مستحيل ابنك يرتبط او يتجوز بيه من الاسامي دي؟ فتكات، عطيات، فريده، زينات. خلينا فتكات. كنت جايبه له عروسه اسمها فتكات ولا ايه؟ لا لسه. اجابه صحيحه والله. فتكات صعبه قوي يعني.
النتيجه ظهرت. وواضح ان انتوا عاجنين ولادكم وخابزينهم، بس يعني العجينه ما خمرتش قوي. ماما ناديه 10 نقط. ماما صفاء 10 نقط. ماما عزه 10 نقط. عجبني روح الوحده اللي بينكم، يا 3 اصفار يا 3 ارقام زي بعض، يعني ما شاء الله. دلوقتي ميعادنا مع المرحله الخامسه. اسم المرحله الخامسه ايه؟ عمرك ما نصفتني. ليه بقى عمرك ما نصفتني؟ بصوا بقى، كل اللي فات عارفني. كان عليه 100 درجه، اللي جاي عليه 50 درجه. مش انتوا بقى المره دي اللي هتجاوبوا، احنا هنجيب ولادكم يقعدوا مكانكم وانتوا هتروحوا باك ستيج. خلاص؟ هنسالكم شويه اسئله، هتجاوبوا اجابات محدده، مطلوب منهم يجاوبوا نفس الاجابات اللي هتكتبوها بالظبط. يعني المسابقه دي عكس اللي قبلها. جاهزين؟ جاهزين. الى الباك ستيج وعمرك ما نصفتني. ورجعنا من الباك ستيج. انت كريم ولا مصطفى؟ كريم وماما صفاء. ايه؟ وماما صفاء. وماما صفاء. كل ده عشان تكسب. رجع له حاجته. رجع له حاجته. تعالى هنا. وارجع مكانك. هل على الجاكيت برضو؟ اديهوله اه. حلو قوي الهاف كولا يا مصطفى. ربنا يخليك. بس انا لا هقول حاجه لزوز بس عشان انا بهرج والله العظيم. انت احلى حاجه في الدنيا. انت حبيبه قلبي 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 قلبي. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. بعض ابدا. اللهم امين يا رب. الام ما بتتعوضش عشان 50,000 جنيه. ها بالك. احمد عايز اسالك سؤال مهم قوي. اتفضل. عشان في معلومه مغلوطه كده عند الناس. دايما الناس متخيله ان الاكتنج كوتش اللي بيدرب تمثيل لازم يبقى فنان وممثل عظيم، مع ان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. فانا عايزك تشرح لنا النقطه. طيب، اشهر مدربين تمثيل في مصر مش هم اشهر نجوم تمثيل في مصر. بالظبط. مش شرط ان انت تكون بتدرب تكون بتمثل. في ناس بتدرب وبتمثل، بس ممكن تكون هي متمكنه في حته اكتر من الثانيه. مدربين التمثيل خلي بالك ان مش كل كمان الناس عارفه ان في حاجه اسمها مدرب تمثيل. اوكي. يعني يمكن اللي جوه الشغلانه اكتر اللي عنده درايه بكده، لكن اللي بره الشغلانه فاكر ان يا مخرج يا ممثل، ما اعرفش ايه زي مدرب الكوره مش بالضروره ان هو يكون لعيب. يعني مش شرط يكون لعيب. صح. بالعكس اشهر مدربين كوره في العالم برضو ما كانوش لعيبه. اوكي. يبقى يا جماعه التمثيل حاجه وتدريب التمثيل ده موضوع تاني خالص. بالظبط. ميرسي يا احمد. شكرا. جاهزين؟ مسابقه اسمها عمرك ما نصفتني. اوكي. سالنا مامهاتكم شويه اسئله، جاوبوا اجابات محدده مكتوبه في ورقه، والمفروض ان انتوا تجاوبوا نفس الاجابات بالظبط. كل واحد فيكم قادر ان هو يكسب مامته او يخسرها. جاهز يا احمد؟ جاهز. السؤال الاول، ماما بتشرب القهوه سكرها ايه؟ ما بشربش قهوه. لو بتشربها في مره سكرها ايه؟ مظبوط. تعال نشوف ماما قالت ايه. تشربي القهوه يا ماما ناديه؟ زياده زي الشاي يا احمد. زياده. ده بشرب هي ماما الشاي ناديه زيادة. سكر زياده. السكر يشرب السكر ما شاء الله. مش غاويه قهوه اصلا، غاويه شاي على الحظ. بس لما بشربها زياده. هي قررت تشرب قهوه النهارده بقى. السؤال التاني، اكتر اغنيه ماما كانت بتغنيها لك وانت صغير؟ ست الحبايب طبعا. كانت بتغني لك ست الحبايب؟ المفروض انت اللي تغني لها ست الحبايب. لا، كانت بتقعد تسمعهاني، بس اكتر اغنيه يا نهار ابيض. ممكن بقى الحاجات بتاعت زمان بتاعت محمد فوزي دي اسمها ايه؟ انا ماما كانت بتغني لي سوسه، عارفينها؟ سوسه 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 كف عروسه. اجابه صحيحه. بس برضه مش فاهم ليه بتغني لك انت ست الحبايب. ماشي. السؤال الثالث، اكتر ممثل كوميدي ماما بتحبه؟ محمد هنيدي. تعال نشوف ماما قالت ايه. انا قلت احمد حلمي يا احمد. نعوض في اللي جاي. اكتر ابلكيشن ماما بتستخدمه؟ الواتساب. اجابه صحيحه. السؤال الخامس، ماما قضت شهر العسل فين؟ شوف بقى، ماما هانم ومن المعادي ومدير عام، مش هيبقى اي شهر عسل بقى، مش اي هاني مون. اوكي. قضوه في مصر. قضوه في مصر؟ فين بقى؟
اقول اسم الاوتيل؟ اه هو كان في يعني هو كان في اوتيل مشهور في القاهره. اجابه صحيحه. كل المعادي دي والهانيمون في مصر. ما احنا خرجنا بره المعادي. انا ما ده قلت سفر. بقى اوروبا، لفت اوروبا، راحت باريس اوكي. كريم، ايوه ماما بتشرب القهوه سكرها ايه؟ خفيف، لما ما فيش يعني لما فيش سكر سكر خفيف. نشوف ماما قالت ايه. زياده يا كريم. زياده؟ ما انا لسه مش عارف قهوه زياده، قلت لي سكرها كتير قوي. لسه ده من دقيقتين والله شربت قهوه قالت لي ده سكرها كتير واديتها لي تاني. هم قرروا النهارده كلهم يشربوا القهوه زياده. تقريبا كنكه واحده او حاجه مش عارف. يلا الحمد لله. ماشي. اكتر اغنيه ماما كانت بتغنيها لك وانت صغير؟ هي برضو سيد الحبايب يا ضنايا. سيد الحبايب يا ضنايا انت. سيد الحبايب. اجابه صحيحه. مصطفى ولا كريم؟ لا مصطفى، خلاص انت لخبطتني بقى. انت صوتك حلو صح؟ بيقولوا. طيب ما تغني لنا سيد الحبايب. سيد الحبايب بقى ولا ست الحبايب؟ سيد الحبايب. غني اللي تعجبك. من ابتسامك ومن سلامك فرحة عينيا قلبي ياخدني وانت في حضني ويلف بيا يقول يا ماما يا قلبي ماما مشبعش عمري من الكلمة دي، مشبعش عمري من الكلمة دي يا سيد الحبايب يا ضنايا انت. والله يا مصطفى بجد. ربنا يخليك يا عم. كريم، نرجع لكريم تاني. اكتر ممثل كوميدي ماما بتحبه؟ اسماعيل ياسين، لو زمان اسماعيل ياسين. اجابه صحيحه. السؤال الرابع يا كريم، اكتر ابلكيشن ماما بتستخدمه؟ فيسبوك. اجابه صحيحه. ده ما شاء الله نصفه قويه وفرحه. الحمد لله. ماشي. ماما قضت شهر العسل فين؟ والله غالبا هم سافروا اسكندريه، لا اما في القاهره لا اسكندريه يعني. ايه يا ابني؟ إيه يا والله ابني؟ هو ده اللي حصل يعني. اجابه صحيحه. هو يغني وانت تكسب؟ مصطفى والله العظيم تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا عايزك تجاوب الخمس اسئله صح بعد الاغنيه اللي انت غنيتها دي. حاضر. وهتغني لي حاجه تانية. حاضر. ماشي؟ ماشي. ماما بتشرب القهوه سكرها ايه؟ مظبوط. اجابه صحيحه. شكلك هتتنصفي يا زوزه. اكتر اغنيه ماما كانت بتغنيها لك وانت صغير؟ اصل احنا بنغني كتير قوي، فبص هو يا ليه يا قلبي ليه فايزة احمد يا سيد الحبايب، واحده فيهم. سيدي الحبايب اجابه صحيحه. طب غنيها لي بقى والنبي. هي مين؟ سيدي الحبايب. ما انا لسه مغنيه. ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ هي دي ما كانتش ست الحبايب؟ لا معلش. بس كريم ومصطفى وسيد الحبايب وست الحبايب هي الحلقه. اوكي. اكتر ممثل كوميدي ماما بتحبه؟ يا رب يكون محمد سعد. لا تعال نشوف ماما قالت ايه. لا انا جبت القديم يا مصطفى، فؤاد المهندس. انا محمد سعد من الجديد، معلش حصل خير. مش حصل مشكله. حصل خير. هو ماشي كويس يعني ما تقلقيش ماشي. عليه. ان شاء الله خير. ماشي. نصفك نصفتين وفي وكسه في النص. ماشي. السؤال الرابع، اكتر ابلكيشن ماما بتستخدمه؟ واتساب. تعال نشوف ماما قالت ايه ايه. يا عزه بقى في ايه؟ لا، انت أنا على طول دخلتي على الفيسبوك. عملوا انا لك ايه على طول على جوه؟ الفيسبوك يا مصطفى. لا انت على وأنت طول على عارفين. الواتساب وعندي دليل. لا على عندي الفيسبوك. دليل. طب فيسبوك. هنعيده في المونتاج معلش السؤال. صلوا على النبي، صلوا على النبي. ماما قضت شهر العسل فين؟ اسكندريه. اجابه صحيحه. بعدين بقى بعدين بقى. طيب غني لنا بقى ست الحبايب. بما ان انا اتلخبطت غني لنا ست الحبايب. تعيشي ليا يا حبيبتي يا امي ويدوم لي رضاكي، ده انا روحي من روحك انتي عايش
من سر دعاكي تعيشي ليا يا حبيبتي يا زوزة ودوم لي رضاكي ده انا روحي من روحك انتي وعايشة من سر دعاكي بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة وتحسي بشكوتي من قبل ما احس انا يا ربي يخليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيب وحبيب. الله الله يا مصطفى بجد 200 نقطة بقى عشان الأغنيتين دول لو سمحت. والله يا ريت كان بايدي يا ابني كنت اديتك اللي انت عايزه. الله يخليك. كده المسابقه بتاعتنا خلصت، مش عارفين مين نصف ماما ومين ما نصفهاش. النتيجه النهائيه بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونتيجة المسابقة النهائية، وأكتر فقرة بصراحة أنا مش بحبها. ليه؟ أنا ببقى عايز كل الأمهات تروح كسبانة ومبسوطة وبتضحك. كانت حلقة شيك قوي قوي فعلا، 3 هوانم نورتونا. حلقة دافية، صوت مصطفى جميل خدنا في حتة تانية خالص. بجد يا ماما زوزة يا بختك بموهبة مصطفى. شكرا. ان هو اكيد بيغني لك في البيت طول النهار. انا شايف ان هو ان شاء الله ان شاء الله هيبقى نجم كبير، لان هو عنده احساس مميز، عنده صوت حلو قوي، وربنا كمان مديله شكل حلو الحمد لله. فالباكج بتاعت النجم مكتمله. ربنا معاك يا مصطفى، ربنا يخليك. خليك ورا الموضوع لغايه ان شاء الله ان شاء الله ما تبقى نجم كبير. سقف مصطفى سقف كبير قوي. بصوا، هي النتيجه كانت ماشيه في تراك معين. بعد ما ال3 شباب قعدوا الموضوع اتغير خالص للاسف. عرفت. يا ترى مين اللي كسب؟ ماما ناديه اول هانم معانا ليدي المعادي، ولا ماما صفاء القمر اللي ضحكتها مش بتفارق وشها، ولا ماما زوزة الجميله اللي كلها تلقائيه وطبيعيه، وام النجم مصطفى؟ يا ترى مين اللي فاز؟ طيب مش هحيركوا كتير. ماما ناديه جمعتي 80 نقطه. ماما زوزة جمعتي 90 نقطه. اما ماما صفاء جمعتي 100 نقطه وانتي اللي فايزه بحلقتنا النهارده. ماما صفاء اقوى ام في مصر. شفت حضرتك بأمانة كفاية إن أنا شفتك يا إسلام. ميرسي ميرسي. أنت ابني وزيك زي كريم وأنتوا زملاء مع بعض، وهو شغال في السوشيال ميديا. أتمنى إن أنتوا تبقوا زملاء وإخوات، أتمنى، واعتبرني والدتك. وكفاية إن أنا اتعرفت بيك. الله يخليك. ونشوفكم في حلقة جديدة من أقوى أم في مصر. أشكرك. اتفضلوا يا شباب. كلنا شفتك سعيدة جدا. سعيدة. ربنا يخليك وألف ربنا يحفظك. الحمد لله.